عن سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وغيرهم كثير. حديث مشهور محفوظ متواتر الرواية عن السلف رضوان الله عليهم من أجل الترغيب في هذه القربة العظمى، ألا وهي تعلم القرآن وتعليمه. نقف وقفات مختصرة جدا مع هذا الحديث الجليل المحفوظ. سيد الوجود صلى الله عليه وسلم أطلق الخيرية فقال: خيركم، ولم يقيدها بشيء، فلك إذن أن تضع هذه الخيرية أين شئت. خيركم في الدنيا، خيركم في الآخرة، خيركم عند الله، خيركم عندي، خيركم في السابقين، خيركم في اللاحقين، خيركم خيرية مطلقة لا تساويها خيرية. وهذا كافي في عظيم الفضل الذي جعله المولى عز وجل لمن تعلم القرآن وعلمه. وجاء بعض أهل التفسير شرح الحديث فقالوا: يريد في قوله خيركم من تعلم القرآن أي خير المتعلمين في الدنيا من يتعلمون القرآن، وهو معنى كذلك عظيم، لأن في هذا اللحظة التي نتحدث فيها أيها الأحباب فيه من يتعلم شيء أيا كان، علما من العلوم الكونية أو الدنيوية، علما من العلوم الشرعية، صنعة من الصنعة، فيه من يتعلم وفيه من يتعلم القرآن. فخير المتعلمين على الإطلاق من يتعلم القرآن، وخير المعلمين إذن كذلك ما دام فيه من يتعلم فيه من يعلم، فكذلك فيه من يعلم العلوم الشرعية، وفيه من يعلم العلوم الكونية، وفيه من يعلم علوم الصنعة، وكل فيها خير على حسب الإخلاص والصدق والقصد. ولكن خير المعلمين من يعلم القرآن الكريم. وختاما في قوله صلى الله عليه وسلم: علمه، خيركم من تعلم القرآن وعلمه. المقصود الأول بقوله علمه الشيخ الذي يتعب مع المتعلم ليل نهار، سنة خلف سنة، في الزوايا، في الكتاتيب، في مدارس القرآن الكريم، يحفظ الناس القرآن الكريم ويحمل هذه الرسالة العظمى ويتخرج على يديه حفظة كتاب الله. هو المقصود الأول. لكن لسعة فضل الله يدخل معه في هذا المقصود بالتبعية أناس غيره، منهم الوالد أو الوالدة التي تسعى أو يسعى مع ابنه من أجل أن يحفظ القرآن الكريم، فيحرضه على ذلك، يحثه على ذلك، يكرمه على ذلك، يذهب به إلى الكتاتيب، يذهب به ويأتي به، يحرص على أن يتعلم ابنه القرآن الكريم. فهو دخل في قوله وعلمه، لأنه هو الذي حرص على أن وتسبب في ذلك التعليم. ويدخل في ذلك كذلك من يشيد مدارس القرآن الكريم، من يبني الزوايا والمدارس ويهيئ الأمكنة لأجل أن يعلم القرآن الكريم. كل هؤلاء وغيرهم من قريب أو من بعيد دخل بالتبعية مع من قصده صلوات ربي وسلامه عليه بقوله من علمه، أي من سعى وأخذ بالأسباب ليتعلم الناس كلام الله سبحانه وتعالى، يأخذ معهم ذلك الأجر ويكون معهم في تلك الخيرية. نسأل الله الكريم بجاه النبي العظيم أن يعلمنا القرآن الكريم ويفهمنا أنواره وأسراره، وأن يطلق ألسنتنا بتلاوته آناء الليل وأطراف النهار، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلي اللهم وسلم وبارك وأنعم على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.